هلو هلو كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال وتكونوا فرحانين. علاش لا؟ في هذا الفيديو ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيكه يعني سهله اقتصاديه، يعني غير بيضه وحده. عندي فيها بالنسبه للمقادير، عندي بيضه، عندي نصف كاس ديال الزيت، وعندي واحد كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو المور، وعندي جوج كيسان ونصف ديال الدقيق الابيض. ونتبع معايا المراحل. وفي واحد الاناء غادي نحط بيضه ديالي، غنزيد عليها كاس ديال السكر سنيده، وغادي نبدا نحركهم مزيان مزيان. نديرو غير بيديكم، بلا ما تاخذوا الباطور باليد احسن باش تحكموا، حيت راه بيضه وحده يعني قوام كيكون قليل ومخصها تولي الشكل ديالها هكا بيضه. وغادي نزيد عليها واحد داك الزيت ديالي، نضربو مزيان مزيان شحال ما قديتوه مزيان صافي. وغنضيف جوج معالق كبار ديال الكاكاو المور، حتى هما غادي نضربهم مزيان بهذا الشكل هذا. وفي الاخير غنزيد معلقه كبيره ديال الخل. من بعد غادي نزيد كاس ديال الحليب، غنحرك مزيان بهذا الشكل هذا. وغنضيف الاخير الطحين ديالي، غنضيف كاس هو الاول وغادي نحركو مزيان. من بعد غادي نضيف له الكاس الثاني صافي. وفي الاخير غنضيف هذاك المسف اللي بقى ليا صافي. خصكم تحركو مزيان. ابخي غادي نزيد معايا جوج خمارات ديال الحلوى، غادي نصفيهم ونحطهم هنايا، وغادي نحركهم حتى هما بهذا الشكل هذا صافي. القوام ديال الكيكه ديالي خاصو يكون ما خفيف ما ثقيل. وبالتالي غادي ناخذ معايا كاسونه متوسطه، ما كبيره ما صغيره. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونرش عليها الدقيق الابيض، ومن التحت غادي نفرش ليها واحد ورق الزبده باش الكيك ما يسقلياش. هنا خديت هاد الكاس هذا كيف كتلاحظوا باش ان شاء الله منين نحط الخليط ديالي تجيني فيها واحد الحفره في الوسط. وغناخذ هنا واحد الكاس كيف كتلاحظوا غندير فيه الزيت، ندهن شويه بالزيت ونضيف له الدقيق باش ما يسقلياش في الكيك. بالنسبه لي ما بغاش يكون الكيكه فيها حفره في الوسط، يديرها عاديه نورمال بلا الكاس. صافي دابا ان شاء الله غادي نحط الخليط ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالو راه خاطر زوين، يعني حاولوا الكيكه ما تقصحوهاش بزاف باش ما تجيكمش قاصحه. يعني القوام ديالها قد ما كان خفيف قد ما تيكون الكيكه كتكون رطبه. وهنا بالنسبه للعافيه كيف كتشوفوا انا شعلت عليها، خاص العافيه تكون نيله شمعه بمعنى الغزالات، يعني واخا نحط الاصبع ديالي ما يتحرق لياش. صافي ديك الساعه نخلي الكيك ديالي كطيب. وفي هذه المرحلة الغزالات ضروري خاصكم تغطيو الكيك باش طيب كيف كتعرفوا، ولكن غتغطيوها بالتبسيط وتلوي عليه واحد السيرفيته باش ما يهبطليش داك البخار ديال الماء وتفش ليا. وها هي غزاله الكيكه ديالي طابت بهاد الشكل هذا كيف كتشوفوا راها طابت مليح وطابت، يعني ما بقاتش خضره من الداخل. انا غنفتحها معكم وغادي تشوفوا. هنا غادي نزول داك الكاس ديالي، هانتوما ما تيتهرس ما والو، حيت اصلا العافيه كتكون مهيله، يعني ما كاينش واحد الضغط اللي كبير. وهنا غادي ناخذ الطبسيل وغادي نقلب الكاسرونه ديالي. هانتوما ما تلصقش دغيا تهبطات ليا حيت ديجا حاطه فيها داك ورق الزبده، يعني ما تيخليهاش انها تلصق. وضروري هاد المرحلة باش ما تلصقلكمش. وهانتوما كيف كتشوفوا انا تنقيسها بيدي راه كتجي طيبه وفتيه بزاف، يعني كتجي زوينه ما كتجيش قاصحه ولا ما طيباش، كتجي غزاله. يجربوها. وبالنسبه انا غنزوقها بالشوكولا، خديت هنا شوكولات اسود وذوبته في حمام مريم. نتوما تقدروا تضيفوا عليه دانون الشوكولا، يبقى اختيار ديالكم. من بعد انا غادي نذوقها عاوتاني بكاوكاو يعني مهرس ولا مهرمش كيقولوا مهرمش. نتوما تقدروا ديروا فيرميسيل، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو، يعني اختيار كيبقى ديالكم، الذوق ماشي مهم، المهم هو المذاق. صافي بعد ملي كملتها هانتوما كتشوفوا اجات زوينه وجات يعني منفوخه وعاليه ورطبه، تقريبا كطيب حسن كاع ملي كطيب في الفران، كتجي مزيونه بحال هكا. هانتوما الشكل ديالها راه كتجي غزاله، غير جربوها راه غتعجبكم، تبقاو تكونوا توليو مدمنين عليها. المهم انا غادي نحل معكم واحد الطيف وشوفوا ليا كيفاش كتجي. هانتوما حتى ملي غنحط الموس دغيا كيهبط معايا الموس، هانتوما يعني تتجي ناجحه ساهله، غير تبعوا المراحل وما تزغلوا حتى حاجه. واقتصادي يعني خفيفه ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. هانتوما لدرجه انها كنت مرطبه كتفتت، هانتوما شوفوا معايا ما كتجيش كاع بالابدا قاصحه، ما كتجي مزيونه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.
وجربوها لوليداتكم في الكوتي كتجي زوينة وخفيفة دغيا، دغيا كتوجد. ونتمنى إن شاء الله هاد الفيديو ينال إعجابكم وتجربوا إن شاء الله هاد الوصفة وتردوا عليا في التعاليق علاش لا، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله بإذن الله ومع وصفة جديدة كما القاعدة.